يا صباح الفل والورد والياسمين. طبعا كنت طالعة اصور بداية الفيديو برا ولقيت النتيجة غير مبشرة. طبعا ملاحظين اختلاف طبقة الصوت، ولكن ساعتها كان صوتي فيه هزة جامدة جدا من كتر السقعة، ما كنتش قادرة ان انا اسجل. فقلت لا خلاص انا هصور الفيديو وبعد كده اسجله. فبصوا بقى يا جماعة، كنت ناوية النهاردة اعمل ترويقة عميقة للصالة واقلب حاجات في البيت كده عايزة انظمها. فلقيت الجو طبعا زي ما انتم شايفين، الرعد والشتاء. طبعا كل ده قضى على كل المخططات بتاعة اليوم. بس وعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. اكيد في خير من كده. كويس انها شتت قبل ما ابدا اعمل كل اللي انا كنت مخططه له. طبعا الشتاء جميل، بس بيبقى بقى فيه تراب وبيبقى فيه قلبة جو بلكونات وكده يعني. فكنت هضطر اعيد كله من الاول. فسبحان الله، وعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. المهم قلت ادخل بقى اجهز فطار كده يكون لذيذ، بحيث ان الجو يا جماعه ساقعه جدا جدا اليومين دول بجد. عندنا في اسكندريه كمان الجو رهيب يعني، الله المستعان. فصليت وقرات الورد وقلت اخد الفطار كده واقعد على جنب اشوف انا هعمل ايه في يومي النهارده بعد ضرب المخططات العالمي اللي حصل. وبصوا يا جماعه الشروق وجماله ما شاء الله اللهم بارك. مهما كان الجو شتاء، بس برضو شروق الشمس بيكون حاجه تانية خالص فعلا. هي آية من آيات الله، الله المستعان. تعالوا بقى اما نشوف الكتكوت القمر اللي دخل بيتنا جديد، وهي مكنة إزالة الوبر. وجايباها من سكاني يا جماعة، بجد طلعت جميلة جدا جدا بعد تجربة. طبعا كلنا عارفين ان في الشتاء في ملابس شتوية كتير وبتوبر، بس انا كنت بعتمد على اللي هي الفرشة اليدوية. لكن قلت اما اجيبها واشوفها، خصوصا ان هي لقيتها في متناول الايد، يعني عادي ان انت تجيبيها، سعرها مش عالي قوي. وهي بتشتغل بالشحن، وبيجي معاها قطعة اللي هي وش تاني، يعني لو القطعة دي بردت بتشغلي الوش التاني، لو الوش التاني برد يبقى مش عارفة بقى ايه الحل ساعتها. المهم انا كنت جايباها اساسا للانتريه بتاعي، لاني بعد ما غسلته كتير بدأ يظهر عليه بعض الوبر. فقلت لا، عشان احافظ عليه يفضل جديد اجيب له حاجة بحيث ان هي تحميه. بس بصراحة نتيجتها مع الانتريه ما كانش النتيجة اللي هي تحسسك بفرق كبير، لا مش النتيجة يعني اللي انا كنت عايزاها واللي اكون راضي عنها. بس بصراحة ما فرقش معايا كتير، لان الانتريه مش متبهدل عندي. انا كنت عايزة الحقه من البداية. لكن بقى في قطع الملابس اللهم بارك كانت جميلة جدا جدا جدا. بس للأمانة في ناس جربوها في الملابس، يعني في قماشات معينة. انا بصراحة ما بعرفش في القماش، بس في اللي هي الترنجات اللي بتبقى خفيفة شوية او فيها وبرة كتير قوي، بتحتاج ان انت تقيل ايدك. بس هي كمبدئي بصراحة تحفة جدا جدا جدا. واللي عايز يجيبها لا ما يندمش، بس لو ظروفك وامكانياتك تسمح ان انت تجيبيها. بصوا عايزه اقول لكم على حاجه انا ماشيه بيها بصراحه في حياتي. ما معيش ما يلزمنيش. يعني انا مثلا في حاجه انا محتاجاها قوي، لو فلوسها متوفره معايا اقدر اجيبها ومش هاثر على البيت ومصروف البيت، ممكن اجيبها. لكن هتاثر عليا وهتضلعني بقيت الشهر، فما معيش ما يلزمنيش. المهم حبيت هنا بقى اوريلكم ان انت عشان تحافظي عليها فتره طويله يفضل ان انت تنضفيها بعد كل استخدام. وده بيكون ان انت بتفتحي الدرج ده، ان انت بس بتتكي زي ما وريتك في الفيديو وتنضفيها بمنتهى السهوله. طبعا من المكونات اللي باين يا جماعه الجريمه اللي انا هعملها. طبعا قلت طالما الدنيا شتاء وعيب كده ومش هنقدر نعمل حاجه في البيت، فنقوم ندخل المطبخ نعمل اكله محترمه تدفينا وتدفي الاولاد. وده كان اختيار، يعني مش هقول خاطئ قوي، بس بصراحه المحشي بيكون مرمطه. بس قلت افضي، انا بحب بالذات لما هعمل حاجه او لما باجي اعمل اكل بستخدم فيه الرخامه كتير، بفضي اي حاجه على الحته اللي انا هستخدمها. فهتلاقوا مفيش اي حاجه انا حطاها غير المكونات الاكل. وانا لما باجي اعمل محشي بحب اعمله بطريقه ماما بصراحه، اللي هو بيكون ني في ني، بيكون خفيف ولذيذ بصراحه وبينجزني اكتر. فانا يا دوب حطيت كله على بعضه زي ما انتم شايفين، وبدات احط التوابل الاساسيه. خلاص هو المحشي مش محتاج اي حاجه يا جماعه غير التوابل الاساسيه بتاعتنا، اللي هو الكمون والفلفل الاسمر والشطه والحاجات دي. وبدات اعمل المحشي بتاعي. تعالوا بقى دلوقتي احكي لكم قصه، اتمنى انها تكون مفيده ليكم، ونشوف ايه الحكمه اللي هنطلع بيها من القصه دي. وباذن الله كل فيديو من الفيديوهات الجايه هحاول اقدم لكم فيها حكايه او قصه تكون مفيده لينا ونطلع منها بحكمه. وقصتنا النهارده هتكون عن تاجر طيب عنده بنت جميله جدا، ولكن ربنا اراد ان التاجر ده يخسر جزء كبير من تجارته. فاضطر ان هو يقترض جزء من المال بحيث ان هو يقدر يسد احتياجاته. وكان المقرض اللي هو عطاله الفلوس ده
الراجل ده كان سيء الخلق وكان راجل كبير في السن، ولكن شاء القدر ان هو يعجب ببنت التاجر ده، فقعد يقدم عروض كتير بحيث انه يتقرب للبنت دي. ومن ضمن العروض قال له ان هو هيتنازل عن جميع الديون مقابل ان هو يجوزه بنته. ولكن طبعا العرض ده قابل بالرفض، والتاجر رفض وبنته رفضت الموضوع ده تماما. ولكن الراجل ده كان خبيث جدا، ما اكتفاش بكل العروض اللي قدمها لهم واللي رفضوها وبالضغوطات اللي عملها عليهم، فتوصل لحيلة ماكرة جدا ان هو يجيب طوبتين، واحدة بيضة وواحدة سودة، ويحط كل واحدة منهم في كيس، وعلى البنت دي ان هي تختار بين الكيستين. لو اختارت الطوبة البيضة في ايديها، في الحالة دي هو هيتنازل عن جميع الديون وهيبعد عنهم تماما. اما لو اختارت الطوبة السوداء، في الحالة دي هيتزوج منها، وهيكون واقع ان هو اما يتنازل او ما يتنازلش، ولكن الاساس انه يتزوج منها. فهنا وافقوا على العرض، واضطرت البنت انها توافق على العرض مقابل انها تنقذ ابوها من الدين اللي عليه. ولكن تفاجأت اثناء اختياره للطوب ان هو اخد الطوبتين من اللون الاسود وكان بيحطهم في اكياس. فهنا تعرضت لضغط رهيب جدا، مش عارفة تعمل ايه. كده كده الحاجة اللي هتسحبها هتطلع سودة، فبالتالي هتتزوج من الرجل ده وهي مش عايزاه لسمعته وكبر سنه واشياء تانية كتير. فقعدت تفكر خارج الصندوق لغاية ما توصلت لفكرة جميلة جدا. أثناء اختيارها للطوبتين مدت ايديها واختارت واحدة منهم، ولكن قبل ما تنظر ليها وتشوف هي لونها ايه وقعتها. فالراجل هنا اغتاظ جدا، الراجل الكبير في السن اتغاظ جدا وبقى عايز يعرف هي اختارت ايه، وكان نفسه ان هي طبعا توريله اللون لان هي بالتالي مختاره اللون الاسود. فقالت له ما تقلقش وما تغضبش، احنا كده كده ما عندناش غير لونين، الابيض والاسود، فاحنا هنبص للكيس التاني، لو الكيس التاني طلع لونه اسود يبقى اذا انا اخترت اللون الابيض. وبالتالي اضطر التاجر ان هو يوافق على عرضها ده، وان هو يتنازل عن كل شروطه وعن ديونه ويبعد عنهم نهائي، بحيث ان هو ما يخسرش مكانته وما تبينش حيلته قدام الناس. القصة دي تبان انها بسيطة جدا، ولكن نستفاد منها ان انت دايما ينفع تتغلبي على اي موقف صعب ممكن تتعرضي له، وده بان انت تفكري خارج الصندوق. يعني ما تستسلميش لشوية خيارات متاحة قدامك، لازم تقبلي بحاجة فيهم. لو الخيارات دي مش مناسبة ليكي، حاولي انت تعملي لنفسك مخرج وتدوري على حل ينفع معاكي انت وينفع مع شخصيتك انت. اوعي تستسلمي الحل مش هيجي معاكي او هينفي وجودك او هيضغطك او هيضغط بيتك. حاولي ان انت تدوري على اي حل بديل، بحيث ان انت تتحايلي على الموقف وفي نفس الوقت انت مش هتضري حد، بل بالعكس بتدوري على راحتك وراحة بيتك واسرتك. ودي كانت قصة النهاردة، أتمنى تكون مفيدة ليكم وتكونوا استفدتم منها. لو عجبتكم فقرة القصص دي ما تنسوش تكتبولي في التعليقات، بحيث ان احنا نقدر نجيب قصص تانية ونستفاد مع بعض اكتر، ومنبقاش ان احنا بنقدم اي حاجة وخلاص، يكون الغرض منها الافادة وتكون مسلية وجميلة ليكم. بس كده خلصنا الغدا بتاع النهارده الحمد لله زي ما انتم شايفين، وعملت الفراخ وخلصت كل اللي ورايا. قلت لازم بقى اخد مج نسكافيه كده، اقعد اروق دماغي واهدى من كل اللي حصل. في الفترة اللي فاتت بقى يا جماعة كنت بقرأ كتير جدا وبسمع فيديوهات كتير عن التخطيط، فبجد انا حاسة ان دماغي كانت مكركبة قوي، فتوصلت الحل. مبدئيا كده يا جماعة، ان تأتي متأخرا خير من الا تأتي. فعشان محدش يقولي انتي لسه فاكرة بدأت من بدري وخلاص قرب أول شهر يخلص وما عملتش أي حاجة، ولكن قلت خلاص لأ لازم أبدأ من دلوقتي. وده اللي باجي أقوله لأي حد لما يجي حد يكلمني، أقوله خلاص طالما أدركت خطأك ابدأ من دلوقتي. وزي ما بقول أي حاجة في أي فيديو بقدمه، إن الكلمة اللي بقولها ليا قبل ما أقولها ليكوا، لأن فعلا النصيحة بتكون ليا وليكوا، وإن أنا أقولها لكوا على الملأ ببقى حاجة أنا نفسي أعملها، مش حاجة بنصحكوا بيها خالص، يعني مش مجال للنصيحة خالص، ولكن حاجة أنا نفسي أعملها فبشاركها معاكم. كنت الأول وانا بقى بدرس وكده، كنت اي حاجه عايزه اعملها لازم اكتبها في ورقه وقلم واشوف انجزت فيها ايه،
اقيم نفسي فيها، وده بيحفزني اكتر ان انا اعمل حاجات ازيد. كان ممكن ان في ناس ما تحبش تكتب او تشوف ان دي تفاهه، مجرد ان انا مثلا حتى لو هدخل المطبخ اعمل اكل ورايا اطباق ورايا حاجات لازم اكتب كل ده في ورقه قبل ما ادخل، فبحس بانجاز رهيب ان انا خلصت اللي ورايا. يعني مجرد ان انا خلصت اللي انا عاملاه في الورقه بيكون انجاز ليا. في ناس بتشوف ان دي حاجه بسيطه وانت ايه اللي عملتيه جديد، ولكن زي احنا ما قلنا ان الشخصيات بتختلف من شخص لاخر. فعشان اشجع نفسي اكتر، وزي ما انتم شايفين القناه عندي بقالي كتير قوي ما نزلتش، وخاصه من اول احداث غزه، يعني يعتبر ممكن انزل فيديو في الشهر. ده ان يعني تمكنت ان انا اعمله. فقلت لا خلاص لازم ان انا ابدا تخطيط. وعلى فكره يا جماعه، للامانه فكره التخطيط اللي هو التخطيط السنوي ده جديد عليا، يعني اول مره اعملها. فحابه ان انا اعملها السنه دي، اجربها واشوف هل هتنجح معايا، هتظبط، هتجيب نتيجه. طبعا دي يعني تجربه هنشاركها مع بعض. فجبت اول حاجه ده. انا على طول عندي الحاجات دي، يعني على طول عندي النوتس دي بحب اكتب فيها. قلت دي هتكون معايا على طول، خاصه ان انا دي جايباها من فتره، يعني لو فيها تاريخ كنت شفت تاريخها، لكن هي عاجبني شكلها فقلت ان انا اكتب فيها الحاجات المهمه وتكون معايا على طول في الشنطه. دي اللي هي اليوميه، ودي انا لسه جايباها. لقيتها ان هي بتكون مقسمه الايام، فهتكون يوميه عندي ان انا ممكن اكتب فيها الحاجه، يعني تو دو ليست بتاع اليوم. هتساعدني اكتر ان انا انجز. فانا ما جبتش اي حاجه غير دي يا جماعه، دي بس اللي انا اشتريتها. هقول لكم تاني عملت ايه. ده سكتش عادي جدا بسيط، كنت عجبني شكله، والله عجبني شكله من السنة اللي فاتت، وشارياه من السنة اللي فاتت، مكتوب عليه لكل شيء حكاية. السكتش ده جبته وكنت ما عملتش بيه اي حاجة غير ان انا مثلا احط فيه حاجة مهمة اخليها جواه، وحاسة ان انا هحتاجه في يوم من الايام، وتقريبا خلاص جه اليوم اللي لازم نحتاجه فيه. فقلت لا هو ده اللي هعمل فيه التخطيط السنوي. شهر يناير عدى، عادي هبدأ من شهر فبراير وهبدأ اقيم نفسي واشوف ايه الجديد، ونتابع مع بعض، ويا رب يا رب تظبط ويكون عام مليء بالبركة والصحة والنشاط والإنجاز. البتاع ده والله ناسية اسمه حتى. المهم ان الالوان بتاعته عجبتني، وكان موجود معايا في ادوات المدرسة بتاعة باروك، فقلت ممكن يساعدني. كمان طبعت حبة ورق، يعني جبت من بنترست اوراق وجمعتها، اللي هو اي صورة كانت بتعجبني كنت بجمعها هنا، وبدات اقصها باشكال مختلفه. يعني ايه اللي هو عادي، والله هتشوفوها دلوقتي، والله اشكال عجبتني جدا. بصوا زي ما احنا شايفين 2024 كده. الاشهر برضو شفت تصميم ليها ونزلته. الكيوتة دي خشبة بيتكتب عليها كلمات مثلا. المهم يعني ان انا هعمل المخطط بتاعي في السكتش ده، وهوريهولكم الفيديو الجاي، او ممكن اوريهولكم يعني لو خلصته النهارده هعرضه في فيديو النهارده. يعني لو ما لقيت الفيديو مش طويل ممكن اعرض لكم فيه عملت ايه وايه اللي عملته. طبعا بصوا بصراحه ان انا اشارككم انا هعمل ايه ومش هعمل ايه هتكون صعبه جدا، لان انا طبعا مش اهل لده، زي ما بقول لكم انا اول مره هجرب. زيكم هشوف فيديوهات من على اليوتيوب، وهبدا اشوف ايه الطريقه وايه الحاجه اللي ممكن تساعدني ان انا انجز اكتر، وهعملها. بعد ما اخلصه هوريلكم وصلت لايه، وهشوف هبدا اتابع معاكم كل مره واشوف الانجاز ايه. ولو في اي غلط او اي حاجه هيكون الغلط من عندي انا، اكيد مش من التخطيط خالص. لان بجد ناس كتير لقيتها بتشكر في التخطيط، وبتقول ان هو بيساعد على انجاز اكتر، وبيساعدك ان انت تقدمي اكتر وتحققي اهداف اكتر، عكس ما انت تبقي سايباها كده ايه، يعني زي ما نقول على الله حكايتك يعني. بس طبعا الناس اللي هتعترض على كلمة على الله حكايتك، القصد من كده ان انا لازم اكون زي ما بيقولوا في فرق من التوكل والتواكل، ان انت تتوكلي على ربنا بس انت بتعملي، بتبقي محققه كاتبه ان هعمل كذا ومخططه لكذا، ما حصلش بس انا توكلت على ربنا وخدت يعني بالاسباب وحاولت. طبعا ممكن اسعى، ممكن انجح، ممكن افشل، عادي جدا. ولكن ان انا ابقى سايباها كده متواكله على ربنا واقول يلا جيت ما جيتش، لا يبقى ده بيكون التقصير مننا احنا. فانا بالتخطيط ده باذن الله نحاول ان احنا نحقق اهدافنا وننجز اكتر، ونحاول يكون عام مليء بالبركه والنشاط والاهداف اللي نحققها، ونتعلم حاجات جديده ونقرا كتب جديده، ويكون في تعلم مهارات جديده. بس هروح بقى انا اعمل اللي انا قلت لكم عليه، وهرجع اوريكم عملت ايه، وادعوا لي يا رب انجح.
مع السلامة.